سلاح خطير جدا بيستخدمه المحترفين وبيسميه المبتدئ جبن. في لحظات في السوق الاستمرار فيها بيكون هو الخطر الحقيقي، والانسحاب المؤقت بيكون هو اعقل قرار ممكن تاخده. في ناس اول ما السوق يتقلب وتزيد الفوضى بيبقوا عايزين يثبتوا نفسهم، بيتمسكوا بالصفقه او يفتحوا غيرها انتقاما، وبيفكروا انهم هم كده شجعان، لكن الحقيقه هم اقرب للخساره من اي وقت تاني. المحترف بيعمل العكس تماما. اول ما السوق بيدخل في حاله عدم وضوح، اخبار بقى او ذبذبه عاليه او شموع عشوائيه، بياخد خطوه لورا ويوقف تداولاته ويحمي راس ماله واعصابه ونظامه. ليه؟ لان مش كل وقت صالح للتداول، وفي اوقات السوق بيطلب منك مهاره اعلى من التحليل، بيطلب منك تقول لا مش دلوقتي. من الاخر كده يا صديقي، الخروج وقت التقلب مش ضعف، ده احتراف. اللي يقدر يمتنع وقت الخطر هو بس اللي يستحق يدخل وقت الفرص. ولو نفسك تتعلم امتى تتداول والاهم امتى ما تتداولش، هتلاقي لينك قناه التليجرام بتاعتي في البايو.